السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض فراخ المسخن بالبصل والسماق. تعالوا معانا هنعملها بطريقة حلوة قوي، بصراحة طعمها فوق الوصف. هنحط كده معلقة ونص السماق، ونحط نص كوب زيت زيتون، ونحط الملح بهارات فراخ يعني، وفلفل، 7 بهارات، ونحط ليمون، قيمة ليمونتين كده معصورين. تمام. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي كده، وعندي الفراخ بتاعتي غسلها مصفيها كويس. انا غزها كده بالسكينة عشان التتبيلة تخش جوه اللحم. تمام كده، الشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. خلاص كده، لقيت انا البولة صغيرة فجبت حاجة اكبر اللي انا هدخلها الفرن اصلا. تمام، تبقى حاجة واحدة يعني. واتبل بقى الفراخ بتاعتي كده بالشكل ده كده. شايفين التتبيلة تحفة، ريحتها بقى مش قادرة اقول لكم. تمام كده. هيكون عندي بقى بصل شرايح، واحط برضو عليه حوالي معلقة ونص سماق وملح، مش اكتر من كده. وابتدي بقى ايه، ادعك البصل تمام كده، واحطه بقى على الفراخ. عايزه اقول لكم طعم البصل ده تحفه بجد والله، جميل جدا. جربوا الطريقه، الفراخ دي هتعجبكم جدا، وسريعه وخفيفه وما فيهاش اي مشكله، ما بتغيبش. تمام كده، ننزل بقى البصل كده من تحت كده، نحط الفراخ عشان ايه، وشها يتحمر بالشكل ده كده. وغطيها بقى بالسيلفر، وتكون الفرن بتاعتنا سخنة. قبل ما الفرن ما تحطها في الفرن، حطها غلوة على النار من فوق. شايفين طلعت معانا اهي بالشكل ده كده، رائعة بشكل، طعمها تحفة. جربوها جنب شوية رز بقى، فظيعة. شايفين البصل بتاعها، الصوص اللي نازل ده خطير. لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكومنت حلو. قولوا اللي بتتفرجوا عليا من انهي بلد. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.